اللي قدامكم في الصورة ده اسمه أحمد محمد الشاذلي من محافظة الدقهلية. من فترة كان عامل فيديو وكان طالع فيه بيستغيث، وكان بيقول أبويا طردني من البيت ليه 7 سنين بعد ما اتجوز وانفصل عن والدتي. طردني من البيت، وأيا كان غلطي أنا ما استحقش كل ده. أحمد بيعاني، وكان بيقول أنا في دراعي في إصابة، والإصابة مؤثرة عليا، عملت لي تسمم في جسمي ومؤثرة على قفص الصدر بتاعي، ومهما كنت أروح لوالدي كان بيطردني، مش لاقي أكل ولا شرب ولا مكان أنام فيه. للأسف أحمد عمل الفيديو من هنا، وبعدها بفترة تقريبا من أسبوع أحمد توفى في مسجد في الدقهلية. طلعت جنازة مهيبة، والناس كلها كانت متعاطفة مع أحمد. أحمد ضحية التفكك الأسري، أب وأم انفصلوا، محدش فيهم عاوز يراعي الأطفال، الأولاد بذرتهم اللي نشأوها. بأي حق الأب يرفض إن ابنه يرجع تاني البيت ويرميه في الشارع؟ هو ضحية التفكك الأسري. خلي بالكم من أولادكم، مفيش حد ما عندوش مشاكل، وأيا كان الطفل أو ابنك سواء كبير ولا صغير، بنتك كبيرة ولا صغيرة، كل بيغلط. سامحوا أولادكم، احتووهم عشان ما يوصلوش للحد اللي احنا بنشوفه ده. ولد أو بنت تنتحر، ولد أو بنت يمشي في طريق غلط، ولد تلاقيه متشرد في الشارع عشان أم وأب ما بيفكروش غير في نفسه. الله يرحمك يا أحمد، ويغفر لك ويرحمك برحمته الواسعة.